وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أحسنت. والآن مع سلام الجمهوري للسيد الأستاذ حجاز عبد الفضيل موجه بالإدارة التشريع التعليمي. سوف تشاهدون عاقبة الظلم ثم الرجوع والندم من خلال المشاهد التالية بالمسرحية الأمير الظالم، والمقدم من مدرسة مصنع السكر الابتدائية، إخراج الزميلة دعاء خضر. في إحدى البلدان يوجد أمير ظالم يذهب إلى السوق فيأخذ ما يعجبه من الباعة ولا يدفع لهم ثمن الحاجة. وذات يوم ذهب إلى السوق يجلس في السوق صياد ومعه سمكة كبيرة جميلة كبيرة جميلة كبيرة جميلة. العدد الصادقون العدد الصادقون العدد الصادقون.
أن أكل السمكة الكبيرة يشكو من ألم شديد باليد اليمنى ويصرخ ويقول ويصرخ ويقول ويصرخ ويقول يدي يدي أغيثوني أغيثوني. ما بك يا مولاي؟ أشعر بألم شديد في يدي. هل لك الطبيب يا مولاي؟ نعم نعم وبسرعة. الطبيب 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 يا مولاي. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام يا طبيب. ماذا حدث يا مولاي؟ الألم يا طبيب الألم. يدي يدي. يدك سليمة يا مولاي وليس لها شيء، ولكنها تؤلم مني ألما شديدا لا أستطيع تحمله. صدقني يا مولاي ليس لك علاج عندي، ولكنني أنصحك بأن ترسل إلى أحد الحكماء لكي يرى ما بك. نعم يا مولاي. يأخذ بإذن مولاي. نعم يا مولاي. آتوني بأحد الحكماء. أمرك يا مولاي. الحكيم يا مولاي. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام أيها الحكيم. لقد أنصت في طلبي، فماذا لك؟ لقد عانيت من ألم شديد في يدي، وجاءني الطبيب وتفحص يدي وقال لي ليس لك علاج عندي، وأنا أشعر بألم شديد في يدي. ألم شديد في يدك؟ ماذا حدث في اليوم السابق يا مولاي؟ لقد تذكرت موقفا. ما هو هذا الموقف يا مولاي؟ لقد أخذت سلفة من أحد الصيادين رغما عنه، ولم يكن معه غيرها، وكان يريدها ليبيعها ويطعم أولاده. الآن يا مولاي علمت سبب هذا الألم، ولكن أنصحك أن ترسل إلى الطيار من تطلب منه أن يسامحك